السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم دعاء فتحي لفرش منزل الزوجية بلمسة عصرية. والنهاردة معاكم في شقة عروسة جديدة. شقة عروستنا النهاردة من تبع لمنطقة البجلات تبع محافظة الدقهلية. أول ما ندخل باب شقتها كالعادة بنقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. اللهم بارك للعروسين يا رب. ربنا يسعدهم ويهنيهم بكل شبر في بيتهم. دعواتكم ليهم من كل قلبكم وقولوا اللهم امين. مبدئيا كده حقيقي النهارده الفيديو ده انا بسجله بكل حب، مع ان حاولت كتير ان انا اسجله وانزله، كل مره يحصل لي عائقه تمنعني من التنزيل، لدرجه مامة العروسه بتقول لي انتوا ريعتوا شقه بنتي. كان ظنا منها ان احنا لما مش بننزلها ان هي كده الشقه ضاعت، وان خلاص ما عادش الشقه هتشوفها وتتفرج عليها في الفيديو الجميل زي ما بنشرح كل حاجه للعروسه ويفرحوا كده بفيديو العروسه القمر ده. زي ما انتم شايفين الريسبشن لما دخلنا كان في صاله من بره وفي جزء كده خاص بالركنه. الركنه لافف وهم حبوا يعملوا ركنه عشان تاخد اكبر عدد من الضيوف. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك يا رب. عايزه اقول لكم ان العروسه دي من العرايس اللي قرفتها سكر ونيتها عسل، وعايزه اقول لكم للعلم ان هي بنوته وحيده، بس قسما بالله يعني من العرايس اللي ادبها واخلاقها وذوقها من الناس اللي معلمه معايا قوي قد ايه انه محترمه جدا وخلوقه جدا. فبجد بجد ربنا يهنيها ويسعدها ببيتها وبعرسها وبكل شبر في بيتها وحاجتها يا رب اللهم امين. نشوف بقى تفاصيل شقتها وما ننساش نقول بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. اللهم بارك لهم يا رب واجمع بينهم في خير باذن الله. اول ما دخلنا هنا دخلنا على غرفه الاطفال، ربنا ان شاء الله يرزقهم فيها بالذريه الصالحه وتجيب توائم كتير بقى. واكيد مامتها هتفهمني كده بتدعي لها تقول لها يا رب تجيبي توأم علشان هي بنوته وحيده وولد وحيد بس، فهم ولد وبنت بس. فربنا يا رب يفرح قلبها بيهم. مامتها من الناس الخلوقه جدا المحترمه جدا جدا اللي سايبه برضو معانا اثر جميل جدا، وكانت قعدتها سكر وكلامها سكر، وبجد بجد من الناس اللي سايبه معانا طابع وذكرى حلوه قوي. هنا كده زي ما شايفين تفاصيل الغرفه. نشوف الدولاب، والدولاب بتاعها من الدواليب اللي انا حقيقي بحب اتفرج عليهم. يعني انا زوجي شافني كم مره كل ما اجي اسجل الشقه دي ان انا اعمل لها مونتاج يحصل حاجه تعطلني، فيقول لي سبحان الله مع ان الشقه والحاجه جميله قوي مش عارفه لازم يحصل حاجه تعطلني ليه، بس خير يا رب كل شيء باوان. هنا كده حطيت لها الفوط بالشكل ده، وبجد كانت جايبه لها من ارقى وانظف الانواع. بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. عروسه عسل ونيتها عسل وحاجتها عسل زيها، وماركات نظيفه وحاجات قيمه جدا. الله اكبر. اكيد كل حاجه واضحه، ومن العرايس الرقيقه والوانها رقيقه. حتى في التطبيق والحاجه لما عملتها لها عملتها تتماشى مع ذوقها، لان هي ذوقها راقي اصلا، مش بتاع بهرجه واشكال دوشه كتير وكلام من ده. لا لا، هي من الناس الراقيه جدا جدا. الله اكبر. هنا كده زي ما انتم شايفين المفروشات، طبعا انا مش محتاجه اشرح كل حاجه في دول، يعني في دفايات وبطاطين واللحاف والكوفرتيات، كل دول طبعا انتوا عارفينهم. والجزء الاولاني كله كان فوط. بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. عايزه بقى اقول لكم على حاجه عجبتني جدا 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 في الدولاب بتاعها، وحبيت ان انا انقلها لكم عشان لو حد عايز يعملها. ده كده تكه للدولاب زي مفتاح. طبعا كلنا بنعاني ان الدواليب الجرار محدش بيعرف يعمل لها مفتاح، فده حلو جدا جدا. وان لو في اطفال لو في حاجه من الاتربه، بصوا حلو قوي. تكه كده جميله زي اللي في الابواب بتاعه البلكونات اللي هي الالوميتال، فنفس الفكره بالظبط. فحبيت اوريها لكم عشان لو حابين تعملوها. هنا حطيت لها بقى الملايات، ده درجت كده الالوان الاصفر مع بعض والبينك مع بعض، ومن فوق حطيت لها دفايات، اما من تحت حطيت لها الحفه والبطاطين بقى الكبيره، ودخلت معاهم كده بعض الدفايات باقي الكوفرتيات. اتمنى يكون الدولاب عروسه والتنسيق وترتيب الالوان والتزيين وكل حاجه عجبكم. بجد عروستنا عسل، فكل حاجتها عسل زيها. انا حابه الموضوع ده قوي بتاع قفله الباب ده، فبجد بجد نفسي ان انتوا كلكم تطبقوه، بالذات اللي عنده ولاد عارف قد ايه بيعاني من موضوع فتح الابواب الجرار والاطفال بيجيبوا كل حاجه. عايزه اقول لكم ان التابلو ده المفروض يتعلق في الريسبشن بره فوق في دخلة الباب كده، بس هو كان لسه ما تخرملوش بصراحة، وقالوا ممكن يعني ايه هيظبطوه لسه هيعلقوه. ندخل بقى تاني حاجة على غرفة النوم. بسم الله ما شاء الله ولا قوة الا بالله. ربنا يا رب يسعدهم ويهنيهم فيها ويعيشوا فيها في سعد وهنا كده اللهم امين. عارفين من كتر ما انتوا حابين حد وبتفتكروه بذكرى حلوة، عايزة ادعي لها بكل الدعاوي الحلوة اللي في الدنيا، ولساني بصوا متلخبط من كتر ما انا سعيدة قوي وانا بسجل الفيديو ده بصراحة. هنا كده التسريحة بقى ما تنسوش بقى تعملوا لي فيها باي باي
وتحطوا لي اللايك الجميل وتكتبوا كومنت بدعوه حلوه من قلبكم للعروسه، وتكتبوا لي رايكم في شقتها القمر الجميله دي. بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. هنا كده ده شكل السرير، كل حاجة هنا كده كانت موجودة ومعمولة المفرش بتاعها قمة في الرقة وبسيط ورقيق جدا جدا، وبصراحة تصوير ظلمه هو على الحقيقة أجمل بكتير. نشوف بقى تفاصيل الدولاب. اللي عايزة أقول لكم إن الدولاب ده كله مرصوص، وكان النور قاطع بس إلى حد ما كان نور ربنا يعني مدخل شمس، فكان يعني مساعدني شوية، بس كل ده كان مرصوص والنور قاطع. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. ده شكل الدولاب، كل حاجتها رقيقه والوانها رقيقه. ده اللحاف الكبير حطيته هنا، حسيت ان المكان ده بتاعه بصراحه، وزينته كده بقشر السمك الملون ده ووردة دوار الشمس. وهنا كده ده اللبس الصيفي برضو درجت فيه الالوان، ومن فوق اللبس الشتوي والدفايات بقى، ومن فوق خالص الترنجات والدفايات والعبايات برضو. بسم الله ما شاء الله. حتى في حاجات ساده كده طعمتها بفيونكات جميله زيها. فوق هنا في باقي لبس صيفي، هي حباهم في الجزء ده لان هي كانت حابه ان الفوط الاستخدام تكون تحت قريب لايديها اكتر، فحطت لها الفوط بالشكل ده، فوط الاستخدام. والجزء ده فيه الملايات بتاعه السرير الكبير. حطيت جزء كده المشجر على جنب، واللي فيه تطريزه بصراحه المشجر عندها كان اكتر، فربنا يا رب يسعدها ويهنيها بحاجتها. وطبعا علقت لها اللبس الخروج هنا بتاعها، وكان في علقه يا جماعه تحت العريس تحت منها بالظبط، فما تخافوش مش ان احنا يعني ايه ما سيبنالوش مكان، لا سيبنا له. ندخل بقى على غرفة يعتبر هي ليفينج، وممكن هي تستقبل فيها حد على فكرة عادي جدا، لان هي موجود كده مش ركنه، لا كنبه سرير، كنبه بتتفتح سرير. ده شكل الغرفه. السجاد بتاعها كان راقي وجميل والوانه جميله جدا جدا، وقد ايه ان شقتها مبهجه والشمس داخله كده تحسوا بطاقه وراحه نفسيه زي صاحبتها. بجد والله العظيم الشقه زي صاحبتها، عسل زي صاحبتها. بسم الله ما شاء الله الله اكبر يا رب. هنا كده الترابيزه حطيت لها عليها بتاعه التسالي دي، طبق التسالي مع البونبونيره والطفايه. وهنا الكنبه دي زي ما وضحت لكم بتتفتح سرير، بتتشد من الجزء ده. طبعا الترابيزه بتيجي قدام شويه بحيث ان تبقى قدام الشاشه، والشاشه هنا للاسف كانت برده لسه ما اتعلقتش، كان في بعض الحاجات اللي لسه ما خلصتش. وهنا موجود الديب فريزر في الغرفه دي، يعني قلت لكم هي مش بتاعه ضيوف قوي، ما كانش معانا مكان للاجهزه بصراحه، حطيناهم هنا في الجزئيه دي. الاجهزه اللي هي زي المكوى والمكنسه كان ما شاء الله يعني كل حاجه ليها مكانها كده في الشقه. نشوف بقى تفاصيل النيش ورقته واختيارهم قد ايه، يعني مدروس بعنايه من اول المفرش بتاع النيش. بجد ذوقهم كان راقي جدا جدا، حاجتها رايقه وبسيطه، وقد ايه انه قيمه جدا. بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. حطيت لها هنا الطقم الصيني، الطقم الصيني جايباه اللي هو الطقم النص، فحطيته في الرف ده. ودايما انا بقول للناس اللي عندهم النيش القطعه دي ومش عندهم بار، يستحسن ان هم يجيبوا النص ما يجيبوش اللي هو 12. طبعا هي عندها اطقم مساعده في المطبخ. اما هنا ده الطقم الشاي والجاتو، شوفوا رقته ولونه وجماله ورصته الجميله كمان، كل حاجه فيه جميله ازاي. بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. حطيت لها جنبه كده طقم قهوه كان جميل جدا برضو. بسم الله ما شاء الله. اتمنى تكون كل التفاصيل واضحه، وبحاول التصوير يكون بهدوء وبالراحه عشان تشوفوا. هنا كده القاروره، وحطيت في الجوانب كده طقمين كاسات. وعايزه اقول لكم كان جايبه لها كاسات كريستال وما شاء الله حاجات بوهيمي، الله اكبر بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. وفوق هنا ده طقم شاي كده، طقم شاي مع قهوه. وبرده في الجنب كده كان موجود معانا طقم شاي تاني اللي هو الاسود ده، كان جاي لها هديه كده من بره. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. بس بروز النيش وشكله راضد كده مع الشكل من تحت، فقد ايه ان حاجتها قيمه ورقيقه جدا. بسم الله ما شاء الله. دعواتكم ليها بجد من قلبكم. انا يا حقيقي بسجل الفيديو بكل حب وبكل طاقه لان عروستي تستاهل. لو اخدت بالكم ان الصاله كلها ستاير لان المنطقه ارياف، فبيحبوا ان هم يحفظوا خصوصيه الغرف. يعني لو حد فتح باب غرفه ان ما يبانش اللي فيها، لان اغلب الارياف بيعملوا كده. وبالرغم من كده مش معنى ارياف ان الذوق مش حلو، لا بالعكس ده الذوق راقي جدا جدا جدا، الله اكبر. هنا كده الغساله الفوق اوتوماتيك. ندخل بقى على المطبخ وتفاصيله اللي بهرني واتفاجئت ان هو خامته خشب.
يعني انا كنت مفكراه من بعيد كده كلادنج او بوليلاك او الانواع اللي احنا عارفينها دي. اتفاجئت من جودة الدهانات بتاعته والتقسيمة بتاعته وجودة المقابض والخشب وكل التفصيل اللي فيه، ان هو خشب طبيعي. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر بجد. كان مدهون دوكو فرن وفي جليتر كده اللي هو زي الحاجات بالظبط زي المطابخ اللي هي بتكون اللي هي البلولاك والحاجات اللي زي كده. ده اوديكوا كده يعني لفه في المطبخ وبعد كده نشوف بقى كل التفاصيل. وعايزه اقول لكم للاسف التليفون كان في اليوم ده جاب معايا مساحه في المطبخ في اخره، بس ما تقلقوش كنت انا مصوره وحطيت لكم باقي صور الحاجه اللي في المطبخ. هنا الجزء ده بتاع الحوض حبيت اسيبه فاضي لان ده اكتر جزء ست البيت بتستخدمه. وهنا طبعا ما كانش معايا جنب كده احط عليه الستاندات دي، فحطيتهم فوق التربو. استغليت ان التربو هنا اتحط فيه الثوم والبصل وهكذا والخضار يبقى جنب ايديها. وهنا من تحت حطينا لها اطقم الحلل. حطينا طقمين هنا في الرف ده، كان كل طقم مكون من 4 حلل، وتحت برضو حطيت طقمين تانيين كده معانا 4 اطقم حلل، غير طبعا الطقم الالومنيوم لان هم عندهم الالومنيوم اساسي. هنا بقى الدرج شوفوا قد ايه كان مقسم بالرغم ان هو خشب. والله المطبخ ده خشب يا جماعه، خشب طبيعي ومدهون بجد جميل جدا جدا، وشابوه للنجار اللي عامله. وحتى المقابض متينه وجميله، الله اكبر. الدرج ده كان عميق فاخد معايا اتصالات، وبما ان احنا هنا جنب البوتاجاز فده موقعها مناسب جدا جدا للاستخدام. اما بقى هنا موجود معانا كده دي علب للتخزين وعلب للتلاجة وصواني تقديم ميلامين، وفوق كده كان في بولات خشاف بقى وجيلي وكلام من ده. اما الوحده دي عشان قريبه لايديها فيكون فيها الاجهزه زي هاند بلندر والكبه والخلاط والمفرمه. بسم الله ما شاء الله. ودي هنا باكد لكم ان المكان خشب، مش عارفه ازاي ان انا بخبط في بالي ان الصوت هيوصل لكم، يعني بنسى ان انا اصلا ان انا كده كده بكتم الصوت. شايفين بقى جوده ولمعه الدهانات من بره، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك يا رب. على فكره المطابخ الخشب مكلفه جدا، عشان يعني ممكن في ناس تفكر ان هي ارخص، لا بالعكس هي بتكون مكلفه اكتر. الرف ده هتطلع فيه كاسات للاستخدام والتقديم، وفوق منه طقم الشوربه اللي بالستاند. وطبعا الرف اللي كان فوق ده اللي ما شرحتوش كان فيه البايركس كامل طقم القوارب. وهنا في العجان وحاجه الرحلات كانت عميقه فاخدت معايا الحاجات الطويله والعميقه. وللاسف هنا كان خلاص التليفون جاب مساحه، فهنا موجود معانا طقم اركوبال كامل موجود معانا في الرشاقه. وطبعا غير كوبايات الاستخدام والمجات بقى بتاعه النسكافيه والحاجات اللي زي كده. وهنا كان في طقم اطباق تاني وحطيت فوقه كده كاسات وكوبايات برضو. وده شكل الوحده اللي انا بشرحها لكم. ومن تحت كان موجود طقم الومنيوم حلل وجزء تاني في ناحيه البلاستيك. وبكده يكون جولتنا في المطبخ النهارده خلصت. اتمنى يكون ان الصور حتى وضحت لكم الباقي اللي انا ما شرحتوش او ما صورتوش للاسف بسبب المساحه. فوق وحده المقاشات هنا كان موجود برضو جزء كده نيش. اتمنى يكون الفيديو النهارده عجبكم. اوعوا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب. انتظرونا فيديو جديد. مع السلامه.